السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. طبعا بقى يلا بينا بقى كده روتين اول يوم رمضان كده. هنعمل كده اكل سهل وبسيط. اول حاجه بقى كنت غاسله فريك، وكنت نقع فراختين. مش عارفه المقطع ده ازاي مصوروش معاكم. قطعت بصلايه وحطيت هنا معلقه سمنه وهنا معلقه سمنه، وهشوح بقى فيهم كده كويس جدا لغايه ايه ما يتبلوا. طبعا اتاخرت معاكم شويه، بس والله العظيم اعذروني، كنت تعبانه بس شويه. وبعمل لكم اهو الفيديو، والله هنزله لكم ان شاء الله تاني يوم رمضان. ما تزعلوش مني. ان شاء الله، بس هظبط والله العظيم بس كده معايا عشان كنت تعبانه شويه، وكمان كان عندنا ظروف، وكان عندنا يعني حاجه كده جميله. فايه فكنت مشغوله بس شويه، فاهمين؟ بس حطيت بقى هنا ايه، حطيت كزبره وفلفل اسود وكمون ونص مكعب مرقه، يعني ربع هنا وربع هنا. وقلبت بقى كده كويس. حطيت هنا الرز، واحط هنا الفريك. هشوح بقى كده كويس جدا، واحط شويه ملح، فلفل اسود او ملح عادي. طبعا أنا كنت عامله الملح اللي انا كنت عامله لكم في الفيديو اللي فات. بس هسيبهم بقى، قلت لكم هسيبهم يعني اشوحهم كده شويه، وبعدين نحط عليهم ميه، اسويهم يعني ايه، اللي هي ايه، تلات ارباع سوا. مش عشان لسه هحطهم في فراخ، فاهمين؟ فهسويهم تلات ارباع سوا. عشان ايه؟ مثلا الفراخ بتاعتي دي بلدي، احنا كنا ذابحينها من السطح اللي كنت مصوراكم الفيديو اللي فات. فايه، هتاخد بس السوا معانا، فنعمل تلات ارباع سوا. انا بصراحه ما كنا عاملين صلصه طبعا، وكنا حاطينها في الفريزر. وهنا بقى كان الرز برضو استوى، والفريك. بصي كان جميل، كان طعمه تحفه بصراحه، وجاينا من البلد، جميل قوي بصراحه. بس وسابها كانت تسبيكه، كنت مطلعاها. ماما بقى كانت بتعمل سمبوسه بالجبنه، انا بحبها قوي بالجبنه. الجبنه بقى انت بتحبيها زي جبنه حادقه، جبنه قريش كده، انت يعني انت بتحبيها بقى. بصراحه كنت حشيت الفراخ. كنت امبارح بصراحه يا جماعه في الصيام، مش عارفه كان مين اللي كان، يعني مش عارفه. كنت حاسه ان انا مش في المود كده، وبعمل الاكل بالعافيه. طبعا ورق عنب اللي انا كنت مفرزاه معاكم، طلعته وحطيت ميه على النار، وحطيت عليها شويه ملح بكمون. وهنا حطيت ميه برضو للفراخ. بصي بقى يا جماعه، طلعته بس من الفريزر يفك، يعني يفك ربع ساعه كده، قبلها بربع ساعه. واحطه بقى في ميه سخنه، وقلب على الوش دي وقلب على الوش دي، وتطلعي. هو اصلا كده كده ما بياخدش ايه سوا، عشان كان في الفريزر. والله العظيم يا جماعه طلع تحفه، جربي الطريقه ان شاء الله هتعجبك. انا بقى كنت حطيت بقى المنكهات بتاعه الشوربه، حطيت بصل ورق لورا وحبهان وبصل وقرفه وملح وفلفل اسود. حطيت بقى كده الفراخ اهو، واسيبها بقى مع نفسها بقى. احنا ده يا جماعه كانوا ديكين، يعني مش بلينا، ديك وديك. كانت ماما هي مربياهم، فدبحناهم بقى. قلنا نعمل كده اول يوم رمضان. احنا كنا دابحين طبعا، دابحين بط، بس ايه، قلنا لما اخواتي يجوا يعني نعملها، عشان يعني هم ياكلوا منها وكده. هم مش بترضى تخلي حد ياكل حاجه، يعني اذا كان بط او رومي او كده، لما يكونوا اخواتي هنا. بس كنت سايباها بقى، كنت بقى شويه اقلبها على الجنب على الوش كده. وصلت بقى الرز عشان اقلب الخلطه. وطبعا البصل اللي انتوا عارفين بنعملها، اللي هي بنخرط بصل، نحط عليها كمون وكزبره وملح وصلصه بقى. طبعا انتوا عارفين ان انا مش بحب اقلب المحشي على السخن، ما بحبش اقلبه على البارد. اكب بقى كده الرز زي ما انتوا شايفين كده، واقلب بقى واظبط الملح بتاعي ومش عارفه ايه. طبعا انتوا عارفين، والثوم الني وكده، طبعا انتوا عارفين، انا مش هقول لكم، انتوا شفتوا كذا مره وانا بعمل طريقه المحشي. بس طبعا هقول لك متنسيش اللايك والشير والكومنت الحلو بتاعك عشان يوصل لك كل جديد مني. وجودك كالعاده فوق راسي. وطبعا بتبسط جدا لما بتكتبي تعليقات بتعجبني، والله العظيم بتبسط قوي. طبعا يا جماعه انا عايزاكم بس يعني تشيروا كده القناه عشان نوصل لاكبر عدد من اللايكات والمتابعين. بصوا بقى هنا يا جماعه، معايا بابريكا وملح وفلفل وكمون وكزبره، ومعايا بهارات محشي. فاكرين اللي انا كنت موريها لكم في الفيديو بتاع المشتريات بتاعه رمضان؟ هو الفيديو ده انا كنت جايبه ساعتها، كنت موريها لكم، قلت لكم جايبها كيس ب10 جنيه. بصوا بقى اوريكم بقى لف ورق العنب. طبعا بنلف على الحته الخشنه، ونطبق من الجنبين ونلف. يعني نجيب كده من فوق والجنب اليمين والجنب الشمال، وبعد كده نلف على طول. بصوا انا اول مره الف معاكم المحشي، بس قلت اوريكم.
بصوا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا والحله حاطه فيها ايه طماطم من تحت، عايزه تحطي مثلا طماطم وبصل، عايزه مثلا تحطي اي اللي انت عايزاه، تحطي مثلا اللي هي العيدان بتاعه الورق العنب براحتك. انا بصراحه بحط طماطم، انا بحب اصلا الطماطم باكلها اللي هي من تحت دي، بحبها قوي. وبس كده هنقعد بقى الف كده معاكم كام صابع. بصوا جميل ازاي وصغنن، بصوا ايه رايكم؟ كنت انا وماما واختي كنا قاعدين بقى نلف. بصوا جميل جميل، كان طعمه يا جماعة تحفة والله العظيم يا جماعة. الناس اللي بتقول الورق عنب غالي ده، كان أول يوم رمضان كان ب140 جنيه، أنا جايباه ب60 جنيه. يعني أنا بص وفرت كام؟ وفرت 90 جنيه. يعني وكمان بقى النهاردة بيقولوا ب100، أنا مش عارفة، بيقولوا في ب100 وفي ب80، بس أول يوم رمضان كان ب140 جنيه. يا جماعة أنا بجيب الورق العنب اللي هو الورق العنب، ما بجيبش ورق التوت ولا ورق الفراولة، بيبقى خشن جدا وطعمه مش حلو. أنا بجيب ورق العنب اللي هو الصغنن، شايفين أصلا ما فيش ورقة كبيرة، انتوا فاهمين؟ انا بقى كنت طلعت بقى الفراخ، واخد بقى كده شوربه عشان ايه اسقي الورق العنب. كانت بيه حوالي الساعه، كان ناقص حوالي ساعه الا ربع على المغرب دي. قعدت شويه صليت وكده، وبعدين بقى قلت ايه اقوم بقى اشوف الاكل، بجد كنت تعبانه قوي. طبعا كنتوا عارفين ان فرش الشقه كنت بصورلكوا الفيديو. انا بقى جبت نص ليمونه عصرتها، وكان في كام قرن فلفل برضو حشيناه، وحطيت بقى شرايح من الليمون، بحب احط شرايح في الليمون بالليمون عشان خاطر بينزل المزازه اللي فيه وبيخلي المحشي طعمه حلو. طبعا ظبطت الملح بتاع المرقه بتاع الشوربه والمرقه وكده، واسقيه بقى وادفع عليه واسيبه بقى مع نفسه كده حوالي نص ساعه على نار عاليه، وبعد كده اوطي عليه. ماشي. بس كده. بصوا كان جميل والله العظيم، اكل كان جامد. هنا بقى حطيت شوربه عشان اعمل ملوخيه خضراء. بص بقى المحشي هو بيغلي، اوطي بقى عليه دلوقتي. وايه، شوف هعمل ايه تاني. مش عارفه يا جماعه والله العظيم التليفون ساعات بيعمل حاجات كده غريبه، بيصور. انا بصور بالعرض وهو عايز يصورني بالطول. يعني الحمد لله الحمد لله. حطيت بقى حته توم ني في الملوخيه، في الشوربة يعني الملوخية، وحطيت بقى الملوخية الخضراء، وقعدت رب بقى كده رب. كانت تحفة برضو، كانت جميلة بصراحة. ماشي. نعمل ايه تاني؟ لسه هنعمل حاجة تاني. هو النهارده فطارنا بسيط بس عشان مفيش الا انا وماما. بس ان شاء الله بقى تاني بكرة، بكرة او بكرة تالت يوم رمضان بقى هعمل لكم بقى فيديو بقى عزومة جامد. اخواتي بقى يبقوا عندنا، عامل بقى ايه حاجات كده جامده جدا. استنوا بقى الفيديو بتاع بكره ان شاء الله، بس هنزله لكم بكره بالليل، يعني طبعا هنزل لكم تالت يوم رمضان بالليل. اعذروني والله العظيم يا جماعه. طبعا انتوا عارفين التصوير مع رمضان مع الصلاه، بروح والله يعني بروح اصلي التراويح ومش عارفه ايه، برجع. وكمان عندنا يعني حاجه كده حلوه في العيله، فبنروح كل يوم وكده، فعشان كده والله العظيم مش بفضى. بس انا ان شاء الله هظبط معاكم الايام الجايه يعني كده، وهنعمل احلى فيديوهات. طبعا يا جماعه انتوا طبعا عايزين فيديوهات، بس يعني ايه، حسسوني ان انا كده بعمل حاجه. يعني اعملوا لايكات كده، شاركوا القناه، اعملوا متابعه كتير. انا بقى قلت اعمل تمر. التمر طبعا كنت عارفين ان كنت جايباه من عند عطار. حطيت بقى سكر زي ما انت بقى عايزه، وحطيت بقى التمر وعملت التمر. بصراحه عملت صوبيا بس ما صورتش، كان في معايا تليفون فما عرفتش اصور. طبعا كان المغرب بقى يعني قرب، وقلت ايه الحق اخلص قبل ما المغرب يعني يأذن وكده. عملت بقى هنا السمبوسه. طبعا كنت حشيها جبنه زي ما انا قلت لكم. بصراحه يا جماعه مش بحب احشيها لحمه مفرومه، بحسها طعمها مش حلو. بحشيها جبنه قريش او جبنه حادقه، انتوا فاهمين. وعملت هنا شويه لسان عصفور. بصوا محمر بقى كده السموسه، كانت تحفه والله العظيم، كانت جميله جدا. حمر بقى كده لسان عصفور وحمر السمبوسه، ارجع لكم تاني. هنا بقى اسمه ده، زقيت لسان عصفور وحطيت طاسه عشان احمر الفراخ من فوق. عشان يا جماعه الفراخ اللي هي البلدي لو حمرتيها في الفرن هتبقى ايه ناشفة. بس كده، اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد. مع السلامة.